السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معكم قناة تشكيله المتوقعة. لا تنسى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إعجاب للفيديو واشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. أمامكم التفاصيل لنا. نيكو ويليامز يكشف الحقيقة. لماذا رفض ريال مدريد من جيل برشلونة؟ في خطوة إثارت الكثير من الجدل والإعجاب في آن واحد، خرج النجم الصاعد نيكو ويليامز عن صمته، وكشف التفاصيل الكاملة لقراره الجريء. رفض عرضا ضخما من ريال مدريد واختار وجهة القلب نادي برشلونة. قال ويليامز: نعم، كان عرض ريال مدريد مغريا بكل المقاييس. إرقام كبيرة، مستقبل مضمون، واهتمام استثنائي من ناد بحجم المرينجي. لكن الحقيقة قلبي لم يتردد ولو للحظة. عندما وصل لي العرض من برشلونة كل شيء تغير. هذا النادي يحمل في داخلي مشاعر لم يستطع تجنلاها. وضاف بنبرة حماسية: عندما كنت طفلا كنت أجلس أمام التلفاز مدهوشا من سحر ميسي، من طريقة لعبه، من الإهداف، من السحر الذي كان يصنعه في كل مباراة. كنت أحلم في صغري أنا أكون يوما ما في نفس هذا القميص. واليوم يتحقق. ويواصل نيكو سرد قراره المصيري: لم يكن القرار متعلقا بالأموال، بل بالهوية، بالمشروع، بالانتماء. برشلونة ليس مجرد ناد، أنه قصة، شغف، تاريخ. أنا لن انضم فقط إلى فريق، بل إلى روح كروية عشتها منذ طفولتي. سألعب بجانبي لامين يامال، الموهبة التي ستقود مستقبل الكرة العالمية. هذا المشروع يدفعني لإقدام أفضل ما لدي. واختتم تصريحاته برسالة مؤثرة اختارت برشلونة: لأني أريد أن أكون جزءا من قصته، من تاريخه، من أجياله القادمة. لم أكن بحاجة إلى التفكير كثيرا. عندما يتكلم القلب يصمت كل شيء يخر. إذا أعجبك الفيديو أنا تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.